بس كده يبقى اكيد هيفاجئنا بافتتاح حمام سباحه جديد. هو ده يا ريس ستاموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. مساء الفل عليكم. البعض من الزملكاويه متضايق من قرار الحكم في اللقطه دي، وشايف انها كانت تستاهل كارت احمر مباشر لحسين الشحات، وانا الحقيقه ضد الراي ده من الفئه دي، وباكد لكم ان اللعبه دي كبرها كارت اصفر. ليه بقى؟ ايه بقى؟ لان بملاك ما كانش رايح انفراد صريح على المرمى، وحسين الشحات هنا ما عطلش هجمه واحده. اتمنى الناس تتأنى في الحكم شويه وتراجع اللائحه في الماده 205 قانون الاحتواء اللي هيوضحه لنا حالا دكتور علاء. دكتور علاء بيقول في بوست على حسابه في فيسبوك ان في 2002 فاز الزمالك بدوري ابطال افريقيا ورفع رصيده ل5 القاب والاهلي 3، وبدل من تعزيز رصيد وزياده الفارق تفرغ للصراخ للمطالبه بلقب نادي القرن. النتيجه لا لقب نادي القرن اتحرك من الاهلي ولا الصراخ خلص ولا كسبوا اي بطوله واتجمدوا عند 5 بطولات. الحقيقه يا دكتور علاء اننا فعلا كنا بنصرخ، لكن مش لاستعاده لقب نادي القرن اللي استعادته كان امر مفروغ منه المفروض، لان التسعه اكبر من السبعه فعلا. لكن الحقيقه اننا كنا بنصرخ بدايه من 2005 عشان ما كانش بيعيش لنا رئيس، وكان اكبر احلامنا نتمتع بالاستقرار الاداري اللي كان بيتمتع بيه ناديك اللي انت حاليا بتنتمي له، وكان بيتمتع كمان بفلوس وكاله الاهرام اللي كان رئيسها هو رئيس ناديك وقتها، واللي من اجل استقراره المسؤولين بتغض الطرف عن اي مخالفات لمجلس ادارته زي ما قال الدكتور اشرف صبحي في فيديو ليه قبل كده. وبناء على كل اللي قلته ده، ناديك العظيم أصبح يمتلك 8 بطولات دوري أبطال مقابل 5 للزمالك بعد عودة الاستقرار للزمالك في 2015. ومن 2015 ل 2019 لا احنا ولا النادي بتاعك خدنا البطولة، وبداية من 2020 بنعيش سيناريو 2005. فهمت بقى كنا بنعمل ايه من 2005 لحد 2023؟ بيقولك هنا اللهم احفظ شعب مصر العظيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي والعربية. طب يا راجل وأطهر الطاهر ومهدي عبيد ومصطفى غربال وسكازوي، مش هتدعي لهم دعوة حلوة كده؟ صحيح، فاتتني ندعي. الناس كلها بتتساءل هو فين رد مجلس إدارة الزمالك على فوز المنافس ببطولة أفريقيا؟ هل أبرمنا صفقات؟ لا. طب هل شفنا حلول للحجز على أرصدة النادي؟ لا. طب هل دفعنا مستحقات اللاعبين القديمة بدل ما ترحل وتتفرغ الفرق الجماعية؟ لا. بس كده يبقى أكيد هيفاجئنا بافتتاح حمام سباحة جديد. هو ده يا ريس ستاموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. أفتكر ده هيكون أفضل رد وقرار هيفرح الجماهير بصحيح، وهيطمنهم على مستقبل نادي الزمالك. في بعض الأمور البسيطة اللي عادة بترجح كفة النادي الأهلي على نادي الزمالك، وهي ببساطة وعلى مر التاريخ أمور إدارية ليها علاقة بالاستقرار، وبعض الأمور اللي هشرحها حالا. وهديك مثال وهعمل لك مقارنة بسيطة ما بين كابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، كونهم أقرب الأمثلة حاليا ولأنهم رؤساء الناديين الكبار. في النادي الأهلي إعلام وإدارة وجماهير عارفين ومتأكدين إن محمود الخطيب قوي مش لأنه أندرتيكر، لكن لأنه رئيس النادي الأهلي، ومش لأنه محمود الخطيب النجم الكبير. وأكبر دليل على كده إن في نجوم كبار في الأهلي زي مصطفى عبده وطاهر أبو زيد وغيرهم من الأسماء الرنانة ومش أقوياء زي محمود الخطيب. كل اللي بيساند الخطيب أساسا مساندته ليه بتكون أساسها إنه رئيس النادي الأهلي. وتأكد إننا لو صحينا الصبح لقينا عم حارس هو رئيس النادي الأهلي، هتلاقي كل الإعلام وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير بيساندوه وبيدعموه، وهيبقى في نفس قوة كابتن محمود الخطيب. وده لأنه أصبح رئيس النادي الأهلي الكبير اللي كل من ينتمي ليه بيعمل من أجله دون النظر للشخص اللي قاعد على كرسي رئاسة النادي. الخطيب حاليا هو رئيس النادي الأهلي، قدر يحصل على 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 سنين، والسنة اللي ما حصلش فيها على البطولة وصل للفاينل. وتأكد إن الفاينل ده لو ما كانش مباراة واحدة أو حتى كان مباراة واحدة بس في أرض محايدة كان ممكن قوي حصد البطولة الرابعة. وبرغم كل ده لو سيادتك سحبت ريموت التلفزيون وجبت قناة الأهلي حالا هتلاقيهم بيحتفلوا بالنادي الأهلي وبيكلموك عن عظمة الأهلي وقوته، ونادرا لما هتلاقيهم بيجيبوا سيرة كابتن محمود الخطيب. والخطيب لما بيشوف ده لا بيزعل ولا بيعمل مداخلة يقول فيها انتوا ليه ما اتكلمتوش عن مجهوداتي الفترة اللي فاتت، انتوا ليه ما قلتوش ان كان ظهري قافش ومفروض اسافر ألمانيا وتحاملت على نفسي عشان اكون متواجد مع الأهلي في الوقت الصعب ده وفي البطولة الصعبة دي. على الجانب التاني في نادي الزمالك يا معلم هتلاقي رموز منهم من يتفق مع مرتضى منصور، وده شرط يكون اهم صفاته انه يكون اصم وابكم، لا يشوف رأي غير رأي المستشار ولا يتكلم كلمة حلوة على رمز عدو للمستشار. وهتلاقي رموز تانية مختلفة مع مرتضى منصور،
ومع طريقة إدارته للنادي، وهتلاقي غيرهم من الرموز اللي عايزة تشيله وترميه بره النادي وتقعد مكانه وتكمل إنجازات الأستاذ ممدوح عباس اللي بدأها في 2005. هتلاقي برضو الإعلام الزملكاوي متفق ومختلف، وما بتكلمش عن إعلام قناة الزمالك. كذلك الحال عند الجماهير، متفق ومختلف. وفي ناس شايفة ان قوة الزمالك جاية من قوة مرتضى منصور مش من قوة الكيان الكبير العريق، وان مرتضى لو رحل ومسك اي رئيس تاني الزمالك هينقرض وهيلعب مع سيرس الليان في الدرجة التانية. ده في ناس حاليا بتقول ان مرتضى منصور هو اللي عمل الزمالك اساسا. الزمالك بقاله 21 سنة ما فازش ببطولة دوري الابطال، ومش هيشارك كمان في البطولة النسخة اللي جاية. وبرغم ده لو مسكت حالا الريموت وجبت قناة الزمالك هتلاقي 10% من اجمالي الكلام بيتكلم عن الظلم اللي بيتعرض له الزمالك، وال90% الباقيين بيكلموك عن عظمة المستشار مرتضى منصور وحمامات السباحة وملاعب الناشئين وفرع اكتوبر اللي بنحلم بيه بقالنا 10 سنين. بالمناسبة أنا عمري ما اتفقت مع طريقة إدارة الكابتن محمود الخطيب للنادي الأهلي، وتقريبا الناس عارفة ليه، لكن الخطيب عارف إن الناس بتتكلم عنه كويس لأنه رئيس النادي الأهلي، لكن مرتضى منصور عايز الناس تتكلم عنه كويس لأنه مرتضى منصور اللي أي حد بيختلف معاه بيبقى عدو ليه. أي اتحاد لأي لعبة بياخد قرار ضد الأهلي عارف إنه هيقابل في وشه طوفان من مؤيدي الأهلي وليس مؤيدي محمود الخطيب. لكن أي اتحاد لأي لعبة بياخد قرار ضد الزمالك عارف ومتأكد إنه مش هيواجه إعلام قوي يكون همه نصرة الزمالك قد ما همه نصرة مرتضى منصور، أو إعلام منتفع فبيأيد القرار ضد الزمالك عشان رئيسه مرتضى منصور. ولو واجه مرتضى منصور شخصيا عارف إن المستشار هيستفز وهيركب نفسه حق حتى ولو كان مع الحق، ولو ما عرفوش يستفزوه هيقولوا له أنت راجل وطني، فهيتقبل الوضع وهيرضى بالأمر الواقع. وبعدها لابد وحتما إنك تقتنع إن انتصار الاتحاد في أي لعبة وتنفيذ قراره الظالم على نادي الزمالك أما مؤامرة ضد النادي أو انتصار للمستشار، يا كده يا هتكون قابض من ممدوح عباس وسليمان والعتال ومش مقدر الفرق ما بين عهد المستشار وعهد ممدوح عباس. لاعب زي زيزو مثلا في الزمالك هو أفضل لاعب وأهم لاعب. تخيل معايا كده بقى إن زيزو قرر فجأة إنه يحقق مجد شخصي أو لقب شخصي وأصبح بيلعب لنفسه مش للزمالك، في كل كورة بيخترق بيها وبيتطرف ما بيعملش عرضية وعايز يضم عشان هو اللي يسجل، وكل كورة بتجيله بيكون هو ده هدفه. تفتكر وقتها ممكن الزمالك يفوز بأي لقاء؟ ولو حتى صادف وفاز في لقاء و2 و3 تفتكر كم مرة هيتعثر؟ ده يا عزيزي نفس اللي بيعمله مرتضى منصور، بياخد الكورة لنفسه وما بيفكرش يعمل أي أسيست غير لأحمد وأمير، ولو مش موجودين أو واخدين تعسيلة بيخترق هو بنفسه وبيلعب لوحده عشان هو اللي يسجل كل الأهداف، وفي النهاية لا بيسجل ولا بيسيب غيره يسجل، والنتيجة بتكون هزيمة الزمالك. أتمنى تكون فهمت الفرق وتفهمت الوضع، وقولي إيه هو الحل من وجهة نظرك؟